السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله حلقه سريعه كده. انتوا عارفين ان انا بحب اوريكم اي حاجه اشتريتها. بالصدفه كنت ماشي في وسط البلد واشتريت الترايبود ده. هنستعرضه، هنقول مميزاته بسرعه، هنستعرض الخامات بتاعته، وان شاء الله يطلع حاجه كويسه ويعجبكم. تعالوا بينا نستعرض امكانيات الترايبود. تعالوا بينا كده نعمل له انبوكسنج سريع بحيث ان احنا نشوف كل امكانياته، الخامة بتاعته، لان دي اهم حاجة لما تشتري ترايبود، لان ممكن يبوظ منك بسهولة لو امكانياته او الخامة بتاعته مش كويسة. هنعمل له اول حاجة، هنفتح الترايبود زي ما انتم شايفين. طبعا ما شاء الله التغليف بتاعه كويس، شكله شيك، بحيث ان انت ممكن تاخده معاك وتبقى محافظ عليه في نفس الوقت برضو. ما تبقاش خايف على انه يبوظ، ما تبقاش خايف عليه ان هو يبوظ او يحصل له اي حاجة. تغليفه زي ما انتم شايفين اهو، التغليف بتاعه كويس جدا. ده الترايبود نفسه اهو. تعالوا اقرب لكم شوية عشان تشوفوا الخامة بتاعته. دي الخامة بتاعته، مع برضو هولدر بحيث ان انت لو عايز تشيله. احلى حاجة فيه برضو حاجة كويسة جدا، الكاوتشة بتاعت اللي هي القاعدة متحركة زي ما انتم شايفين. بصوا، بحيث ان انت يدي اتزان كويس جدا للترايبود، وفي نفس الوقت طرية فيمسك على جميع انواع الاسطح. طب تعالوا كده اما نفرده ونشوف شكله ايه وهو مفرود. برضو في من تحت علقة، بحيث لو حبيت تعلق حاجة اهي، لو حبيت تعلق حاجة برضو الدنيا لذيذة معاك. المكان اللي بيقفل طبعا قوي شوية اهو زي ما انتم شايفين اهو، بتقفل عليه. تعالوا نجرب كده كله ونشوف الدنيا ماشية معانا ازاي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني ارتفاعه يعتبر عالي شوية، مش صغير يعني اهو. ده ارتفاع الترايبود. وطبعا تعالوا برضو بوريكم حاجة كويسة جدا، ان انت هنا معاك الدراع دوت. الدراع ده تقدر تلف اهو، يبدأ يحرك معاك الترايبود. ده طبعا شيء كويس جدا بحيث ان انت تقدر تاخد لقطات سلسة. زي ما انتم شايفين طبعا تقدر تلف تاخد لقطات سلسة لو عايز تعمل بي رول ولا حاجة اهو. وهنا طبعا معاه نفس العدلات بتاعته، تقدر ان انت تحرك يمين شمال، تقدر تفك هنا وتعمله فيرتيكال او هوريزونتال. برضو معاه طبعا الميزان المية بتاعه. هنا كاوتش هتحط ممكن بقى تحط عليه كاميرات، ماشي، تحط عليه اي حاجة مفيش مشاكل. انا عجباني بصراحة حكاية اليد دي كويسة جدا، وتقدر زي ما احنا قلنا ان انت تعلق فيه اي حاجة او سلك المايك او الكلام ده كله. وطبعا زي ما احنا شايفين هتثبت هنا، ونفس الحكاية هتقدر تلف يمين وشمال، فدي لذيذة جدا. وزي ما قلنا دي برضو حاجة تعتبر كويسة، وسعره ما يعتبرش غالي قوي، يعني فرنج ممكن لو دورت عليه تجيبه بداية من 230 لحد 270 جنيه، فيعتبر السعر بتاعه مش وحش. وزي ما احنا شايفين خاماته جيدة، وهنا عريضة طبعا كله ألمونيا بحيث ان هو ما يصديش منك ولا حاجة. وتقدر يعني ارتفاعه ما شاء الله يعتبر، لو شفنا كل الارتفاع بتاعه حوالي نقول متر وعشرين او متر وخمسين، فلا ما شاء الله شكله لذيذ جدا زي ما احنا شايفين. واهم حاجة عنده القواعد بتاعته اهي زي ما انتم شايفين. فلا ما شاء الله شكله جميل وخامته جيدة جدا. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، حلقة سريعة كده، ما تنسوش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.